يظل الشنيور شغال طول الوقت، شغال طول الوقت. قال لك في كهربا حاجتين، الاول قال لك اصل كهربا متخانق مع شادي حسين، حاجه يعني اللي هي من الخيال. يعني انا بقول دايما في كهربا، بما اننا داخلين على موسم رمضان والدراما الرمضانيه، ودي بتبقى حاجه محتاجه دايما خيال واسع جدا، لاننا بنعمل 50 مسلسل في شهر رمضان و30 مسلسل و40 مسلسل في القصص كتيره جدا. فكل ما يكون عندك خيال درامي طول الوقت فانت هتبقى منتج، لان السوق كل سنه محتاج دراما كتيره جدا وقصص مختلفه، هتجيب منين؟ فانا بقول لاهل الدراما خشوا على الفايل بتاع كهربا واللي بيتقال عليه، علشان خاطر ممكن تطلع بافكار في الدراما كثيره جدا جدا. اول خيال فشفت الخبر قلت متخانقين يعني ازاي ما نعرفش وازاي ده؟ قال لك ولا الهوى ولا حتى الهوى، ده كلام اساسا مش من الخيال، ده حلم. كهربا جايب لهم هبوط في الصعبوط والشاط من تحت الباط. التجاوزات اللي حصلت بالجهاز الطبي وعبد المنعم يتضرب ازازه البنج واللي حصل لعلي لطفي بعد الماتش والراجل ياخد كارت احمر ويفضل في الماتش الدكتور بتاعهم، كل ده وتروح اوضه اللبس تلاقيها مليانه بميه مجاري. الحقيقه يعني ان دل على شيء يدل على جهل المسؤولين بقدر النادي الاهلي. ان النادي الاهلي يحصل فيه حاجه زي دي في بلد شقيقه، اللي كل الحب والتقدير ما بين الشعبين وكل الاحترام ما بين البلدين، ان يحصل حاجه زي دي من مسؤولين من نادي الهلال، انا بعتبر ان ده تجاوز كل الحدود. وبالتالي النادي الاهلي قرر ان هو يقدم شكوى مدعمه بالمستندات للكاف، وفي نفس الوقت يقدم مذكره لوزاره الخارجيه، لان احنا جزء من مصر. ان دي مش اول مره تحصل معانا حاجه زي دي. واشدنا بالمجهودات الرائعه اللي اتعملت من خلال السفير هاني صلاح، اللي انا بقول لك اهو ان هو اتشتم كمان. لا ده كده القوالب قامت والانصاص قامت، كله قام بصراحه يعني.